يأتي الكلاسيكو وتبدأ حناجرهم بالهتاف، تخدعهم النتائج وتسكرهم تفاصيل موسم شحيح، فيظنون أن الملك قد مات، لكنهم ينسون أن ريال مدريد لا يقاس باللحظة بل بالتاريخ، بالنفس الطويل وبالقدرة العجيبة على النهوض من تحت الأنقاض. نعم، قد يبدو الموسم صفريا، لكن أي صفر هذا الذي يخيف ملك تشامبيونز؟ أي صفعة هذه التي قد تضعف ناديا علم العالم كيف يقاتل حتى آخر نفس؟ سقطنا، نعم، تألمنا كثيرا، لكننا لم ننكسر ولن ننكسر. في موسم اختبأ فيه الأمل خلف إصابات الدفاع ورحل فيه التوفيق عن خط الهجوم، ظل ريال مدريد صامدا، يقاتل في الظل، يخطط في الصمت، ينتظر اللحظة المناسبة ليعود كما اعتاد دائما، في وجه الجميع دون اعتذار. ضحك الخصم واحتفل مبكرا، ونسي أن هذا الفريق لا يعيش على ضوء شمس يوم واحد، بل على شعلة لا تنطفئ. حتى لو خسر كل البطولات يظل أكثر ناد يخيفك حين تراه أمامك. أما الكلاسيكو فدعوه يأتي، نحن لا نخشاه بل نحييه، لأن مدريد لا تنتقم بل تذكر، وما سيأتي سيكون شاهدا على أن الكبرياء الأبيض لا يهزم حتى لو صمت لعام كامل.